السلام عليكم. اليوم جبت لكم عصير. على بالكم رانا في واحد الحر، يعني ربي يلطف برك. اللهم اجرنا من حر جهنم يا رب. جبت لكم عصير النكتارين. نبداو نحضروا فيه على بركة الله. ما نساوش نصليو على رسول الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. نجيبو النكتارين رخيصة على روحها، هاكم تشوفوا فيها. انا شريت هذه ب10 ريال الكيلو. صدقوني دارت لي واحد لو جو يهبل. نغسلوها، هاكم تشوفوا فيها نغسل فيها. على بالكم باللي في السخانه لازمنا العصائر بزاف، وخصوصا العصائر الطبيعيه. صدقوني لو جو ناتوريل ما كانش كيما هو. عصير طبيعي راهو مفيد جدا جدا. راني غسلت النكتاري تاعي، نقيتها كش ما تلقاو فيها حاجه هكا ولا هكا نقيوها بيان سور. حطيتها سما تقطر، وجيت نحضر هنايا في الماء تاعي باه نشرشم النكتاري. نحطو 5 كيسان ماء. انا حطيت 5 كيسان ماء، نتوما تحبوه شوي خفيف زيدوا الماء. انايا حبيتو ثقيل شويه لو جو، هكا تجيكم بنه مليحه بزاف كي يجيكم لو جو تاعكم ثقيل. تصحوا بلا بوب فيه. هاكم تشوفون نحطوه يتشرشم. يعني قلت لكم النكتاري تاعي هذه والله شريتها ب10 ريال في الكيلو. ما رحتش خلاص شريت النكتارين هذيك الغاليه، قلت راح نديرها جون نشريها برك هكا، راهي مليحه بزاف وحلوه، حلوه على الكيف. قلت لكم انا حطيت 4 كيسان ماء، وزدت الكاس الخامس وحطيت وحده سناريه. هاي قدامكم سناريه تعطيه تاني انغو على الكيف، وحيده بزاف يعني. ولا كان حبيتو عندكم عائله كبيره زيدوا سناريه باه يجيكم بزاف لو جو تاعكم. انني درت 1.5 كيلو نكتارين. شرشمتو، هاكم تشوفوا هاو تشرشم. نحيه نصفيه لهيه، نحطو فيه صحنه برك باه يبرد لي باه نقدر نقصو. تحبوا تقصوه تحبوا ما تقصوش، المهم نحيولو برك العلفه باه نقدر نحيلو العلفه. خليوه يبرد. هاكم تشوفوا متبدلش اللون تاعو خلاص، قعد على الكيف. انا ما نقشروش، نخليلو القشره تاعو فيها بزاف منافع. صفيوه هكذا. لي جو راهم بزاف بزاف، وراهي الفاكهه اللي كاينه واللي ربي سبحانه الكريم عطاها لنا، راهي خيرات ربي بزاف في بلادنا، يعني الحمد لله. فاكهه راهي بكل انواعها، الحمد لله يا ربي. اي فاكهه تقدروا ديروها جو. هذا راهو لو جو تاع النكتارين. صفيت النكتارين تاعي بعد ما شرشمتها هي وحبيبه سناريه، ونجي نحط هنايا السكر. نتوما السكر الا كان تحبوه، الناس راهم مرضى اللي راهم في حميه تحبوا ما تحطوش السكر ما تحطوش على روحكم، ما كانش مشكل، راه يجيكم لو جو يهبل ويجيكم حلو رايح. حطيت كاس سكر بصح الكاس راهو ماشي معمر، ناقص منه صبع ولا 2 صباع كيما تحبوا. حطيت شرائح الليمون، وحطيت هذاك ثاني لو جو حبه قارص. القارص اللي كنت انايا عصرته معاكم وجمدته، هاني نستعمل فيه دركا على الكيف. تما تقدروا تحطوا شرائح الليمون، وتقدروا تعصروا حبه قارص. ولا كان عندكم في الكونجيلاتور حطوا برك من الكونجيلاتور كيما حطيت انايا وخلاص. حطيت في الماء هذاك السكر كيما شفتوا. قلت لكم تقدروا تستغناو على السكر، ما نديروش خلاص السكر. قلت لكم هذاك الماء اللي شرشمنا فيه النكتارين نزيدوا له السكر تحبوا تستغناو عليه. زدت له القارص، شرائح تاع الليمون قارص. وحطيت ثاني وحده تاع لو جو دو سيترون اللي كان عندي مجمد، ما تقدروا تعصروا حبه. وحطيته فوق النار يغلي برك يذوب لي السكر ونطفي عليه. سيتو ما نحبش مانيش حابه نديرو ان سيرو، انا حابه السكر برك يذوب لي. ورحت نحي في العلف تاع النكتارين. هاي تنحالكم على الكيف العلف رانا شرشمناه. نحيو العلف كامل هكذا. نعاود نقول لكم الناس اللي ما يحبوش السكر واللي راهم في حميه يقدروا ما يحطوش السكر، يقدروا يحتفظوا غير بالنكهه تاع النكتارين، بالحلاوه تاع النكتارين. انا درت هذا بالسكر، ودرت اللي بلا سكر. اللي بلا سكر تاني جاني يهبل. علاه؟ النكتارين تاعي راهي حلوه على الكيف، حتى ولو كان ماهيش حلوه راهي فيها الحلاوه، يعني حتى ولو كان مش حلوه بزاف اي فيها الحلاوه. ولو راكم على بالكم الولاد يشتيو الحلويات يشتيو حاجه هكا تجيهم حلوه زايده، واللي يحبوا يحطوا السكر ما كانش مشكل، حطوا السكر وخلاص. نحيو
العلف، نكملو نحيو العلف كامل. يعني النكتارينه طايبه على الكيف، ما تقلقكمش وما تعييكمش. لو كان جات ماهيش مشرشمه تعيي، بصح مادامها راهي طايبه هاي ما تعييش، طايبه خلاص. يعني شوفوا العلفه كيف تنحى بسهوله. حاولوا اننا ما نخليوش العلفه تروح فيها طراف تاع النكتارين، نخليو تسمى المهم نحيو العلفه وحدها. نجيبو بلاندر، جيبوا اي حاجه تعصر لكم، اي حاجه تقدروا تعصروا فيها، حتى لو كان تقدروا تعصروا بالميكسر ما كانش مشكل. نحطوا النكتارين اللي شرشمناها ونحينا لها العلف هنا، ونحطوا فوقها هذاك الماء اللي حطينا له السكر وحطينا له القارص، خليناه غلا برك باه داب برك السكر. مانيش محتاجه السكر تاعي يسمى يعقد لي ولا انسيغو ولا نو، حابه برك يذوب لي برك السكر ونرحي. زيدوا تحبوا زيدوا الماء، تحبوا لو كان الماء تاعكم هذاك ما حطيتوش كامل هنا زيدوه. المهم هذاك الماء نحطوه كامل هنا. كان جاكم ثقيل شويه تقدروا تزيدوا له الماء عادي، ولا زيدوا له لي كلاصون، ولا هاني قاعده نزيد له في الماء تاعو اللي شرشمتو فيه. حطيت له السكر وشرائح الليمون، يعني ما حطيتوش كامل هذا، وانا قاعده نحط فيه بالمغرف، حطيت شويه برك باه رحيت وليت نحط فيه بالمغرف حتى نكملو كامل ونرحي. لازمنا ما تقعد حتى حاجه تبان. هاكم تشوفوا، شوفوا كيفاه جا واحد لو جو يهبل يهبل. ها قدامكم البنه، راهو واحد البنه ما نحكيلكمش. نحطوه يبرد بيان سور، يبرد شويه ونجيبو نحطوه في الكؤوس للعائله. ما نساوش نديروا له دي كلاصون ثاني، لي كلاصون في لي جو هادو ناتوريل بزاف ملاح. هكذا ونجيبو مكعبات الثلج ولا لي كلاصون نحطوهم هنايا. حطوا الشيء اسمه الشيء اللي تحبوه نتوما كوم كلاصون. قلت لكم تحبوه اخف من هكا زيدوا له الماء، ولا حطوا له برك لي كلاصون امي يذوبوا ويزيدوا فيه الماء، يعطيكم تاني نكهه مليحه وبروده هكا انتعاش. لي كلاصون الجو تاعكم ما يبردش ليه ما يسخنش ليه عفوا. جا بنين ما نحكي لكمش، راهو عصير طبيعي رائع رائع ما فيه والو، يعني زايد غير السكر. تقدروا تخلاو على السكر، تقدروا يعني ما ديروش السكر، بصح راهو عصير طبيعي مليح بزاف بزاف. ما فيه لا حافظ، ما فيه لا لون والو، طبيعي 100%. شوفوا كيفاه جاني، راهو بنين بنه يعني لا تقاوم. ها قدامكم يعني الفيديو يعني يهضر وحده. راهي فاكهه، على بالنا بلي الصيف راهي مليئه بالفواكه، غنيه بالفواكه، ثمار فيها بزاف يعني طيب وكل وبكل الليل. شوفوا لي ديسير كامل فاكهه بكل تقدروا ديروها عصير. هذا راهو نوع من العصائر ويعني والنوع الرائع، يعني عصير النكتارين راهو بزاف بنين وشهي، يعني شهي جدا، خصوصا في هذا الجو الحار راهو منعش يهبل يهبل. شوفوا كيفاه شهيتكم في الجنة حبيباتي وعزيزاتي. ما تنساوش ديروا لي اشتراك، ديروا لي تفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. ربي يهنيكم وربي يسعدكم ان شاء الله. علقوا تعليق مليح كيما نتوما، ديروا لي جيم. ربي يهنيكم ان شاء الله يا ربي، فضلا وليس امرا. سلام.